هنعمل طبق الكشري ده في اقل من ساعه وفي حله واحده. يلا نشوف ازاي. اول حاجه نقعت الحمص طول الليل، وبعد كده ولعت عليه النار وحطيت عليه ملح وسبته يستوي. معايا هنا شويه من الزيت، حطيت عليهم توم وتوابل، وهحط عليهم معلقه كبيره من الخل بعد ما يتبلوا حاجه بسيطه. لو عايزين فيديو للكشري بالتفصيل هسيبه لكم في اول كومنت مثبت وفي صندوق الوصف. حطيت عليهم عصير طماطم وهسيبهم بقى يستووا مع بعض ويتسبكوا. بعد ما حمرت البصل بتاع الكشري شيلته، شوفوا الطريقه بتاعته ازاي، حمرته من غير ولا نشا ولا اي حاجه خالص، وسبت فيه شويه صغيرين كده من البصل. حطيت عليهم شويه من الشعريه وحطيت ملح وفلفل اسود، وحمرت الشعريه ونزلت بالعدس، والعدس منقوع ساعه. وبعد كده نزلت بالرز المغسول والمتصفي وهشوحهم مع بعض كويس جدا. وبعد كده هنزل عليه بالميه السخنه اللي بتغلي، واسيبه على نار متوسطه لحد ما يبدا ان هو يستوي معانا. وبعد كده اهدي النار شمعة. المكرونه بعد ما سلقتها حطيت عليها شويه من الزيت وشوحته. وده شكل طبق الكشري بتاعنا. لو عايزين طريقته بالظبط شوفوا في اول كومنت مثبت.